تم تعييننا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمركز القومي للبحوث بداية من 2012 لحد دلوقتي. نتكلم باسم أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه المعينين على الكادر العام بالمركز القومي للبحوث. جينا المركز سنة 2012 اتعيننا نتيجة لقرار مجلس رئاسة الوزراء. مشكلتنا ان احنا المفروض نظام التعيين هنا في المركز يبقى بالاعداميه او بشهاده تدريب، فاحنا دخلنا المركز على الشروط دي، فنفاجئ ان الاعلان اللي فات ان الدكتور اشرف شعلان نزل شروط تعسفيه بحيث ان هو يستبعد اوائل الخريجين من الاعلان ده. جينا اتعينا في مركز البحوث على اساس العمل في المجال البحثي، وتم عمل دورات تدريبيه لينا لاعدادنا لدوره اسمها دوره تنميه قدرات شباب الباحثين في المركز القومي للبحوث، مركز تدريب في المركز القومي للبحوث، طبعا على اساس العمل في المجال البحثي. لكن النظام المعمول به ان كان علشان نتحول من الكادر العام للكادر الخاص اللي هو الكادر البحثي لعمل اعلانات مساعد محاسب والتقدم فيها، وبالتالي التعيين. خلال تواجدنا بالمركز من سنة 2012 صدرت 3 إعلانات مساعد باحث لم يتسنى لنا التقدم ليها، لأنهم هم كانوا حاطين بعض الشروط غير موجودة عندنا، زي شرط توافر التدريب العملي لمدة 2 سنين في مكان بحثي، مركز بحثي أو جهة بحثية. الحل بس إن هو يعني يطبق علينا الشروط اللي هو طبقها على زمايلنا في العقود والمشاريع والترددات اللي قبل كده، ده أقل مطلب بالنسبة لنا وده حق للجميع. قبل سنة 2012 ما كانش حد بيقدر يدخل المركز إلا عن طريق عقد أو تردد أو عن طريق مشروع من دكتور يعرفه أو كان في شغل ما بينهم. لما احنا جينا المركز هنا كانت فرصة بالنسبة لنا كويسة جدا إن احنا ندخل مجال البحث العلمي ونطور من بلدنا. جينا المركز قالوا لنا إن في زمايلكم موجودين في المركز لازم يتعينوا قبليكم بالترتيب. اتعينوا بالترتيب، دخل علينا 3 إعلانات، كان الإعلان بينزل عن طريق إن هو بيبقى فيه شهادة خبرة لمدة 2 أو تدريب في مجال معين، كان بينزل الإعلان بتاعه. انتظرنا 3 إعلانات احتراما للدور والترتيب بناء على السيستم والنظام اللي ماشي بيه المركز القومي للبحوث. جم قالوا لنا انتوا الإعلان بتاعكم في شهر 3 اللي فات نزل إعلان. بنطالب بالعدل وبالمساواة، مع العلم ان احنا اول دفعة قانونا نخش المركز القومي للبحوث بطريقة قانونية، لان قبل كده كان بيتم دخول الناس بشكل يعني بشكل مش قانوني على عقود مشاريع ترددات حاجات من دي. احنا بس عايزين مساواة بكل حد هنا اتعين في المركز. احنا بنستنجد وبنستغيث بالرئيس السيسي طبعا ورئيس مجلس الوزراء، احنا الدولة كرمتنا ودخلتنا المكان المحترم ده، احنا بنطالب بحقنا ان احنا نتعين زي الناس اللي قبلنا، ايه المشكلة؟ رئيس المركز ماسك المركز من سنة 2009، هو قال لنا انه كان في نظام فاسد ماشي قبل كده وهو حاول يصلحه. طب حضرتك اشمعنى بيتصلح على اوائل الخريجين؟ احنا انتظرنا دورنا كان نقدر ننافس، حضرتك 3 إعلانات مروا علينا واحنا احترمنا زمايلنا. احنا بنطالب باستغاثة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي انه ينظر لاوائل الخريجين بالمركز القومي للبحوث. احنا الحمد لله تقديراتنا يعني اقل حد فينا جيد جدا، مرتبط بالشرف وامتيازات، وحتى المعدل التراكمي بتاعنا عالي جدا. والمشكله ان الاعلان اللي فات ده دخل فيه ناس تقديراتها اقل مننا.